كل شفرات عمليات الجيش المصري عرفوا يفكوها ويكشفوها إلا الشفرة النوبية، والبركة كانت في الصول أحمد إدريس، وده صاحب فكرة الشفرة النوبية في حرب أكتوبر 73. إيه الحكاية؟ تعال أقولك. الصول أحمد إدريس ابن قرية توماس وعافية النوبية كان في يوم من الأيام بيخدم في حرس الحدود سنة 1971. وقتها سمع إن الرئيس السادات متضايق جدا، وده كان بسبب إن اللي ما يتسموش قدروا يفكوا شفرات جميع العمليات التابعة للجيش. وكمان لقى قائد الكتيبة والضباط قاعدين متحيرين جدا ومش عارفين يعملوا إيه. قام قايل لهم طب ما تيجوا نورتوا النوبي. وقتها راحوا بسرعة لقائد الجيش وبلغوه بالفكرة. راح القائد وقتها سألهم مين اللي سمع بفكرة الشفرة النوبية دي. قالوا له مفيش غير 5 أفراد بس. راح قائد الجيش جري على رئيس الأركان ومنه للرئيس السادات، وراحوا واخدين الصول أحمد عشان يقابل الرئيس وهو متكلبش، وده كان نوع من أنواع التمويه. وبعد ما قابل الرئيس السادات عم أحمد وبعد أسئلة كتيرة جدا اعتمد الطريقة وقال له السر ده مش هيخرج عن ال5 اللي سمعوه، ولو عرفت حد تاني